بنتيجة إيجابية بالنسبة لفريق نادي الوداد، الفريق المغربي اللي بيمثل هذا الحشد الجماهيري الكبير. يعني نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في هذا المساء. تشكيلة فريق نادي صن داونز: ويليام حارس مرمى، موداو لاعب رقم 25، كيكانا، ريفاندو كوتزي، عبد المنعم بطويل. إذا مع نادي صن داونز في هذه المهمة. صن داونز ياخذ يمين الشاشة وفريق نادي الوداد يبدأ على يسار الشاشة مع انطلاقة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا جديدة، بنلعب في بطولة مستحدثة وبنلعب في بطولة وليدة، طرفها عربي في مباراة الذهاب، وإن شاء الله يكون لقبها عربي أيضا في مباراة الإياب. تمشي على طول الكرة تاني صالح نادي الوداد، العرضية كروس باس جميل من كانت خطيرة جدا، منك هدف. على طول الكرة تاني، الانطلاقه الاماميه للوداد. لو يبدا الوداد بالتسجيل، انطلاقه على طول وداديه، محاوله على طول عرضيه خطيره، اصرار ممتازه، وحارس المرمى على طول الكره الاماميه حلوه، انطلاقه على طول تاني صالح الوداد. هذه المحاوله خطيره ممتازه، مين يكمل بقى؟ حد يكمل، خطيره، ممكن هدف اول. خش سجل التصويبه، لكن كان لازم حد يكمل في الانطلاقه الحلوه والتمريره الجميله. فرصه ممتازه بالنسبه لصالح الوداد. ادي الانطلاقه، وداد الامه، منتصر الحتيمي دخل لجوه، كان في فرصه كويسه انه يسدد فريق الوداد عن طريق اللاعب منتصر الحتيمي. فرصه كويسه، عدى من عبد المنعم بطويل لاعب البلدياتو، شوف على طول يعدي هنا ودخل لجوه كويس قوي منتصر الحتيمي. كانت عايزه بالصباع الكبير شويه اقوى، لكن شوف الضغط وكانت المسانده لفريق نادي وداد الامه. بيلعب امام نادي صن داونز، فريق ايضا فريق الشورت باسز والفريق المميز. تمشي على طول الكره اماميه للوداد، ممتازه دي، هي دي، يمشي دي خطيره جدا لما تلف لفه كويسه. تمشي على طول الكره الثانيه يا راجل في البعيده شويه، صالح الياندي يمشي كرة تاني، عرضية خطيرة، لكن يطلع دي شوية وتبقى اجريسيف شوية واقوى شوية على دفاعات فريق الصن داونز. يحيى عطية الله تحط الكرة تاني ودادية، ادي التصويبة، لكن يطلع داد، والاربعة المدافعين يرحلوا وسط الملعب، يعمل زيادة عددية الوداد. يمشي كرة تاني على طول ودادية، شوفوا هم قافلين ازاي فريق صن داونز. تمشي كرة تاني ملعوبة، العب، تمشي على طول الكرة تاني خطيرة ممتازة، حط رجلك يا رجل، حط رجلك، خطيرة جدا، لكن تعدي من ويليامز. فرص لحد الآن لسه عطية الله، والكرات العرضية مراقبة بتاع هشام بوسفيان، الأرقام في المباراة جود. ادي جبران، العب بقى فوق جبران، تمشي على طول الكرة تاني في اليسار، بوسفيان، يلا بوسفيان اعمل مساندة تحت منك على طول، عبد الله إبراهيم، والمساعد الثاني عبد الرزاق أحمد من جيبوتي، مصطفى غربال ومقرن. اللعب بدون كوره، في بطء شويه في الحركه، والزياده العدديه فيها مشكله كبيره في الهاي بريس والضغط العالي. يمشي على طول الكوره، لكن هدف يفك الطلاسم، يمشي يخش البوكس، يمشي على طول الكوره تاني الحتيمي والعرضيه الوداديه، لكن يطلع تاني الصن داونز فوز والتعادل في 5 ماتشات. يمشي على طول الكره تاني اماميه ممتازه، خش البوكس خطيره، ممتازه العرضيه، لكن تخبط تاني على طول في دفاعات فريق الصن داونز. هذه المحاوله والضغط تاني، لكن في الاخر منتصر الحتيمي يمشي على طول الاماميه، عرضيه خطيره جدا، محاوله راسيه خطيره، سجل يا راجل بقى، مش ممكن ويليامز. شوف العرضيه هنا موجوده، عدى والمسانده والحارس ويليامز. الان بالوداد للتلت الامامي، يمشي على طول الكره تاني، محاوله يوبا ساب ومسدد، خطيره عند ويليامز. هو ده الكلام. نادي الوداد من خلال تسديدات يحيى عطيه الله ومحاولات دايما موجوده عن طريق عبد الله حمود ويحيى جبران وزكريا دراوي، وفي الاخيره على شوط المباراة الثانية حزاري خطير، خلي بالك، اقف هو يا يوسف، حزاري من كول الحمد لله، ولا بيتغير ولا بيبعت اي رسائل سلبية ابدا لفريق نادي صن داونز. والحقيقة تقال، شوف هنا نكو لو حطها في البعيدة كانت خطيرة جدا، الحمد لله. في العدد بقى لازم حد يزيد العملود، هيلعب لمين المدرب الحقيقة في السنوات الاثنين الأخيرة. تمشي على طول الكرة تاني في الجبل اليسرى لحتيمي، منتصر يا ولد، عادية دي، هي دي، خش البوكس والعب عرضية قوية يا ولد، لحتيمي جول الوداد، جول في نفسه، الله، هو ده الكلام. الهدف ده مهم جدا، ريفاندو كوتزي، لكن اصرار وجرينتا وروح مغربيه جميله، اكثر من 50-60 الف متفرج، حضور جماهيري عظيم، دخلت منتصر الحتيمي، والعرضيه بقول لك العب العرضيه بقوه، اي حد يلطش يلمس في الحته دي. ادي المنتصر الحتيمي، والهدف ده ممكن يدخل فريق المغرب، فريق الوداد، الى جو المباراه. اي وداد اي فريق عظيم
اي فريق عنده ريكورد، عنده ماركه مسجله، عنده تريد مارك، عنده وضعيه ممتازه. فريق ينتمي للكره المغربيه وفي توقيت اخر وداد لأمة عربيه تمثل هذه البطوله. بالنسبه للاعب الفريق المغربي خطير، يمشي وزيد يا ولد. الله، النادي الوداد خطيره، شخصيه خطيره، استر يا ستار، خطيره. الحمد لله بره مفيش حاجه يا ولد. يلم الكره بحري، يلا يا شرقي، يلا يا بحري، يلا يا غربي، انطلق للوداد. لكن شوف اللاعب مداو، لعيب كبير رقم 25، شوف التأجيل وحط الراجل جوه البوكس ومش متهور اطلاقا. مداو يمشي كره ثانيه على طول الوداد، العرضيه خطيره، ثم الكره الى القاع لعب وفريق خطير حذاري. عبد المنعم بطويل خطيره جدا، بلاش والعرضيه، ولكن الحمد لله اخطر كره. انتفاضه بالنسبه للصن داونز. شوط ثاني يدي مساحه للاعب عبد المنعم بطويل، لكن في الاخير تروح الكره الى ركله ركنيه. باقي للوداد ركنيه ان شاء الله تعدي على خير. يطلع يوسف يا ولد، يطلع جو. 11 دقيقه مع انطلاقه شوط المباراه الثاني. 4-5 لعيبه جوه البوكس بالنسبه للوداد، مقابل 7-8 لعيبه، مش بالعدد، برقابه المساحه والمان. ركله حره مباشره على طول الوداد، خطيره ان شاء الله جول. هي رصايه جول. خطيره يا الله، فرصه حلوه. تمشي الوداد، يمشي ينطلق الوداد. هدف ثاني ممكن يا شباب، يضغط الوداد بالعرضيه خطيره ممتازه، يحاول لو جه هدف ثاني في الكوره. شوف خطيره هنا، مش ممكن، فرصه رهيبه. والحمد لله النهارده ويليامز مش مركز قوي. الحمد لله ويليامز النهارده مش مركز، الجول كيبر شويه، وقع في الشوط الاول اكتر من وقعه. وادي الكره الخطيره اللي كانت ممكن تكون هدف ثاني في مرمى ويليامز. الله، كانت عاوزه بس نفخه، كانت فريق الصن داونز. التصويبه يا ولد حلوه. يوسف مطيع يطلع الكره ركنيه، هي في وسط المرمى لكن هزت القلوب هنا في مركب محمد الخامس. كرة رايحة مع الصن داونز على طول تاني، موديبا استر يا ستار. ويوسف بإذن الله تعالى تضيع يا رب فرصة كويسة جدا بالنسبة للوداد. ركلة جزاء ممكن فوق بره، ركلة جزاء ويسجل الصن داونز هدف التعادل عن طريق ركلة الجزاء. انا بشوف فرقة تحولت، فريق تحول في الهاف تايم الثاني. فريق نزل اللاعب سيرينو، خرج ويليام من كو، ونزل مابوي، ونزل اللاعب موسى لبوسا، وعدل في شكل الفرقه، واصبح للفرقه شكل تاني ولون تاني ورأي تاني فريق نادي الصن داونز. والعرضيه الثانيه لياندي، يمشي كره ثانيه خطيره حلوه، تصويبه على بدون. الله على الوداد، الله سرغات. وقف، شوف الكرة، شوف العرضية، شوف الاستلامة، شوف التصويبة، شوف القنبلة. وحارس المرمى خدها غلط، والحمد لله انه خدها غلط، ويا ريت ياخد كل اللي جاي غلط في غلط. وهو واقف الجديد والمسمى الجديد يكون وداد. يا سامبو هنا سرعة حط هنا يا راجل اهو، امشي بقى، هي وناجم يا الله، مش ممكن. لو الحظ موجود كنت عملت معاك يا حظ. ليه كده يا حظ، ليه كده يا مستر توفيق؟ بص شوف سامبو، لا لو نجم شويه تحت، والله ويليامز ما شافهاش، ونجم حاططها زي